بيبدأ الفيلم بعصابة بتستولي على محطة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في روسيا، وبيقتلوا كل الجنود علشان يسيطروا على الصواريخ النووية اللي في المحطة علشان يدمروا بيها أمريكا بشكل كامل. وبعد مرور 3 أيام على عملية الاستيلاء دي بتوصل النقيب كولين للمحطة دي علشان هتكون هي المسؤولة عن صواريخ الدفاع عن المحطة في حالة لو العصابة ضربوا أي صاروخ نووي على أمريكا. فبترحب بيها واحدة من الجنود، وبنعرف من كلامها إن كولين كانت بتشتغل في المحطة من 2 سنين واتنقلت للخدمة في معسكر الجيش، ولكن القيادات رجعوها مرة تانية لأنها خبيرة في الصواريخ وأحسن واحدة للوظيفة دي. فبتروح كولين لقائد المحطة وبيعتذر لها علشان هو اللي طلب من القيادات يرجعوها مرة تانية. فبتعرفوا إن هي مش حابة تشتغل هنا وإن هي هتقدم طلب نقل كمان 2 شهر علشان ترجع للمعسكر. وبعدها بتروح للأوضة بتاعتها اللي هتقعد فيها، وبتقول لها الجندية اللي استقبلتها إن هي فخورة جدا بيها لأنها دفعت عن شرفها. وبنكتشف إن كولين من 3 سنين حاول واحد من القادة العسكريين إنه يتحرش بيها، ولكن هي منعته ودفعت عن نفسها، وده اللي سبب لها حالة نفسية وحشة جدا. فبتكون متعصبة جدا علشان مش عاوزة تشتغل في المحطة، ولكنها بتهدى أول ما بتفتح رسالة أبوها واللي بيقول لها فيها إن هو بيحبها. ولكن فجأة بيجي قائد المحطة وبيقول لها تروح غرفة القيادة بسرعة علشان في موضوع خطير. فبتاخد السلاح بتاعها وبتروح وراه علشان تفهم اللي حصل. فبيقول لها إن في عصابة هجمت على محطة عسكرية بتاعتهم في روسيا وسرقوا منها 16 صاروخ نووي، وبيهددوا إنهم هيضربوا الصواريخ دي على أمريكا، ولو ده حصل أمريكا هتتدمر تماما. وبعدها بيدخلوا مركز القيادة وبتتعرف كل على 2 اسمهم راهول وديفيد بيشتغلوا على نظام الحماية في المحطة. فبتتفاجئ كل إن في رسالة جاية من مجلس الأمن الوطني ومضمونها إن العصابة قتلت كل الجنود اللي كانوا في المحطة العسكرية بتاعتهم في روسيا وسرقوا منها 16 صاروخ نووي عابر للقارات. وبيلاقوا رئيس العصابة باعت فيديو للبيت الأبيض في أمريكا وبيقول فيه إن هو هيوجه الصواريخ النووية دي على 16 ولاية في أمريكا وهيمحيهم تماما من على وش الأرض. يلا قولوا أمين. وبعدها بيجيلهم اتصال من البيت الأبيض علشان يستعدوا يواجهوا الصواريخ النووية دي علشان لو اتوجهت على أي ولاية في أمريكا. وطبعا ده لأن المحطة اللي هم بيشتغلوا فيها موقعها بين روسيا وأمريكا، والمحطة دي مهمتها الوحيدة إن هي تتصدى لهجوم الإرهابيين دول على أمريكا لأن معاهم صواريخ رادع. وبعدها بيخرج القائد ومعاه كولين وبيقول لها إن هو رايح يغير الرقم السري بتاع التدمير الذاتي للمحطة تحسبا لأي ظرف. فبتشك كولين هنا إن في خاين من الجيش الأمريكي ساعد العصابة دي وقال لهم على كل المعلومات المتعلقة بالصواريخ النووية، وبتقول كده للقائد. وفجأة بتشوف العصابة متنكرين في زي عمال نظافة، وأول ما بيعرفوا إن هي كشفتهم بيضربوا نار على القائد وبيقتلوه. فبتستخبى كولين منهم، وبتلاحظ العصابة إن بطاقة الدخول لمركز القيادة مرمية على الأرض، ولكن كولين بتسبقهم وبتاخد البطاقة دي وبتجري. فبيهجم عليها واحد من العصابة وبيمنعها تقفل الباب، ولكن كولين بتقدر تقاوم وبتبعده عنها وبتقفل الباب بسرعة قبل ما باقي العصابة يدخلوا وراها. فبيهجم عليها مرة تانية وبيضرب عليها نار، فبتتفادى الرصاص وبالغلط بتيجي رصاصة في ديفيد. فبتوقع كولين المجرم على الأرض وبتاخد منه المسدس، ولكن بيتعصب عليها وبيخنقها لحد ما بتاخد المسدس من جيبه وبتقتله. ولما بتلاحظ ان في حمض وقع على الارض بترمي بطاقه الدخول علشان العصابه ما يقدروش يدخلوا. وبعدها بتدخل مركز القياده وبيكون في بابين 2 ما بينها هي والعصابه. فبتتصل بالكسندر رئيس العصابه من خلال الجهاز اللي على الباب وبتساله ازاي قدر يتنكر في زي عامل نظافه ويدخل المحطه على الرغم من ان في اجراءات امنيه مشدده. فبيقول لها ان هو بقاله 6 سنين بيدرس الخطه كويس جدا علشان يقدر يدمر امريكا، وان هو لازم يدمر المحطه دي اللي هم فيها علشان يضرب الصواريخ النوويه من غير ما حد يعترض طريقه. وطبعا ده لان المحطه فيها صواريخ رضع. فبيطلب منها تفتح الباب وبيوعدها ان هو مش هيأذيها وهيسيبها تعيش. ولما بيلاقيها رافضه بيؤمر رجالته انهم يكسروا الباب وبيحاول يلعب باعصابها، وبيقول لها ان هو حط ماده كيميائيه سامه في فتحات التهويه وقتل كل الجنود والعمال اللي في المحطه. فبتتوتر كولين وبتجيلها مكالمه من البيت الابيض وبيسالها رئيس الوزراء عن اللي بيحصل. فبتعرفهم ان العصابه موجوده في المحطه وقتلوا كل الموجودين ما عدا هي و2 معاها اسمهم راهول وديفيد، وفي خلال 40 دقيقة هيقدروا يكسروا الباب ويدخلوا مركز القيادة وهيستولوا على المحطة بالكامل. علشان كده لازم يبعتوا لها دعم في أسرع وقت قبل ما العصابة دي ما تدخل لهم. فبيقول لها ان هو بعت فعلا فريق علشان ينقذها، ولكن للأسف هيوصلوا في خلال 90 دقيقة. وبعدها بتيجي رئيسة أمريكا وبتقول لها ان العصابة معاهم 16 صاروخ نووي وبيجهزوا نفسهم علشان يضربوا بيهم أمريكا، ولكن اللي منعهم هو المحطة علشان فيها صواريخ رضع، وبناء عليه لازم تحمي مركز القيادة بأي شكل وإلا هيموت ملايين من الناس. فبيتوتر هنا راهول وبيقول لها ان العصابة هيكسروا الباب وهيقدروا يقتلوهم قبل ما الدعم يوصل. فبتحاول تهديه وبتطلب منه يساعدها علشان
علشان يقتلوا العصابة. فبيقول لها ان هو ما بيعرفش يستخدم السلاح اصلا لانه مجرد مهندس برمجيات ومسؤول عن مراقبة اشارة الصواريخ. فبتتفاجئ هنا ان الكسندر رئيس العصابة معاه عقيد جيش وبيهددها ان هو يقتله لو ما فتحتش الباب. فبتقول له ان هي مش هتفتح الباب مهما حصل، وبالفعل بيقتل العقيد قدام عينيها علشان يخليها تحس بالتوتر ويعرفها كمان ان هو ما بيهزرش. وفي الوقت ده بيكون راهول خايف جدا وبيسأل كل هيتصرفوا ازاي. فبتحاول تهديه وتشجعه وبتطلب منه يساعد زميله ديفيد ويفوقه. وفجأة هنا بتتفتح بوابة الصرف اللي في البحر وبيظهر واحد من العصابة علشان يقتلهم. فبتهجم كل عليه ولكن بيكون اقوى منها وبيضربها. فبتنادي على راهول علشان يساعدها وبتلاقيه ماسك السلاح ومش عارف هيتصرف ازاي. فبترمي التلاجة على المجرم ده وبتروح تاخد من راهول السلاح وبتقتله. فبتشيل جثة المجرم هي وراهول وبيرموه من البوابة اللي دخل منها. واثناء ما كان راهول بيراقب الكاميرات اللي في المحطة وبيكلمها الكسندر وبيوريها صورة ليها وبيقول لها ان هو عارف قصتها. فبتقول له ان كلامه مش هيأثر فيها وان هي طول ما فيها نفس هتدافع عن مركز القيادة لحد ما تموت. ولكن الكسندر بيتجاهل كلامها وبيحكي لها قصتها وبيقول لها ان من 3 سنين اشتغلت في مكتب جنرال في الجيش وحاول الجنرال ده يتحرش بيها مقابل ان هو يرقيها في الشغل. ولما هي رفضت وبلغت عنه القادة محدش صدقها. فقررت ان هي تسجل محادثة ما بينها وما بين الجنرال ده وبلغت عنه القيادات وفصلوه من الشغل. ولكن الضباط اللي كانوا تحت قيادته فضلوا يبعتوا لها رسائل تهديد وعرضوا جوائز مالية على النت للشخص اللي يجيب صورة فاضحة ليها. وفضلوا يضايقوا فيها فترة طويلة لدرجة انهم دخلوا شقتها وكتبوا لها رسائل تهديد على الحيطة. وطبعا كل ده سبب لها حالة نفسية سيئة جدا وخلاها تحاول تنتحر. ولحسن الحظ جاء ابوها في اخر لحظة وانقذها. وبعدها بتقول لألكسندر ان كلامه مش هيأثر فيها برضه وان هي مرت بظروف اصعب من كده 100 مرة. فبيحاول يقنعها مرة تانية وبيعرض عليها 30 مليون دولار لو فتحت الباب. وبيوعدها كمان ان هو يخليها تمشي من المحطة من غير ما يحصل لها اي حاجة. ولكن برضه كل بترفض وبتصمم ان هي تنقذ بلدها. وفي الوقت ده بيقدر ألكسندر يكسر اول باب وبيعرفها انه هيدخل مركز القيادة اللي هي فيه خلال 20 دقيقة. وفي الوقت ده بيفوق ديفيد بعد ما الرصاصة جت فيه بالغلط وفجأة بيضرب نار على راهول وكولين. ولكن ما بيحصل لهمش حاجة لانهم لابسين واقي من الرصاص. وبيفتح الباب للعصابة وبكده بيكون هو الخاين اللي بيشتغل معاهم وهو اللي ادالهم كل المعلومات عن المحطة. ولما ألكسندر بيدخل مركز القيادة بيتصل على رجالته في روسيا علشان يجهزوا نفسهم ويضربوا الصواريخ النووية على أمريكا. ولكن الكلام ده أول ما يديهم الأمر. وبعدها بيربط كولين في الكرسي وبيحاول ديفيد يتحرش بيها. فبتضربه على دماغه وبتوقعه على الأرض. وقبل ما يضربها بيمنعه ألكسندر وبيخترق شاشات التلفزيون في أمريكا وبيكلم الجيش على البث المباشر وبيقول لهم إن هو هيدمر أمريكا بالكامل علشان نظامها الفاسد ودعمها لدولة الصهاينة. وبيعرفهم إن هو مش بيعمل كده علشان الفلوس وإن والده بيشتغل سفير وملياردير مشهور. وبعدها بيؤمر رجالته إنهم يضربوا صاروخ نووي على ولاية لوس أنجلوس. فبيترعب كل سكان الولاية أول ما بيعرفوا الخبر. فبيجيب ألكسندر الكاميرا على راهول وبيطلب منه يحكي للناس موقف سيء حصل له بسبب الجيش الأمريكي. فبيرفض راهول يتكلم وبيقول له إن هو بيحب بلده. وقبل ما يكمل كلامه بيضربه وبيفقده الوعي. وبيجيب الكاميرا على كولين وبيقول إن هي حاربت بشجاعة ورفضت عرض 30 مليون دولار علشان تحمي بلدها. ولكن على الرغم من كل ده بلدها أمريكا مش بتقدرها وضباط الجيش طول الوقت بيهددوها وبيضايقوها وبيتحرشوا بيها. وفي الوقت ده بيتم إطلاق الصاروخ النووي وبيبقى في طريقه لوس أنجلوس وبيبقى فاضل 18 دقيقة ويدمر الولاية كلها. فبتفكر كولين في طريقة علشان تفك نفسها وتقدر تلحق الصاروخ. وبعد تفكير بتكسر صباعها الصغير وبتقدر تفك نفسها وبتضرب ألكسندر وبتهجم على باقي أفراد العصابة لحد ما بتجبرهم يخرجوا من أوضة مركز القيادة. ولكن بيكون في واحدة من العصابة معاها في الأوضة وبتضربها. وفجأة بيشتغل جهاز الإنذار وبتعرف كولين إن فاضل 6 دقايق والصاروخ هيدمر لوس أنجلوس. فبتهجم على البنت اللي بتشتغل مع العصابة وبتوقعها على الأرض وبسرعة بتدوس على زرار إطلاق صواريخ الرضع وبتقدر تدمر الصاروخ النووي في آخر لحظة. فبتقوم البنت مرة تانية وبتاخد مسدسها وبتضرب طلقة في دراع كولين. فبتاخد كولين المسدس من على الأرض وبتقتلها. وبعدها بتقعد تخرج الرصاصة من دراعها وبيجي لها مكالمة من البيت الأبيض وبتشكرها رئيسة أمريكا علشان أنقذت لوس أنجلوس وبتعرفها معلومات عن ألكسندر رئيس العصابة وهي إنه كان بيشتغل نقيب في الجيش الأمريكي وكان مسؤول عن قسم العمليات النفسية. وبتطمنها إن الدعم هيوصل لها خلال 50 دقيقة. ولما بتقفل المكالمة بيفوق راهول وبيسألها عن اللي حصل. فبتقول له إن هي لحقت الصاروخ قبل ما يدمر لوس أنجلوس وبتفك الحبل اللي في إيديه وبتقعد تستريح. وبعد شوية بتبدأ تفتكر كلام أبوها لما كان بيقول لها إن هي لازم تحارب وتقف قصاد أي حد بيحاول يحطمها. فبيجي هنا راهول وبيقطع أفكارها وبيقول لها إن ألكسندر عاوز يتكلم معاها. وأول ما بتروح تكلمه بتتفاجئ إن هو بيقول لها معلومات عن والدها وبيقول لها إن هو كان قائد في الجيش وبيوريها على الموبايل العصابة بتاعته وهم خاطفين أبوها وبيهددها إن هو يقتله لو ما فتحتش الباب. فبتترجاه هنا ما يأذوهوش وبتقول له وهي منهارة إن هي برضو مش هتقدر تفتح الباب لأن في ناس كتير هيموتوا بسببها لو عملت كده.
وبتطلب منه تكلم ابوها لمدة دقيقة. فابوها بيقول لها ما تستسلمش وما تفتحش الباب مهما حصل. فبيأمر هنا الكسندر رجالته انهم يقتلوه وبيقفل المكالمة وبيكون البث المباشر مفتوح وكل سكان امريكا شايفين كولين وبيبقوا مقدرين ان هي ضحت بابوها في سبيل انقاذ البلد. فبيروح الكسندر ياخد جهاز التدمير الذاتي من قائد المحطة اللي قتله وبيشغله بالبصمة بتاعته، ولان المحطة موجودة في المحيط بيشغل الكسندر التدمير الذاتي علشان يغرقها بالكامل، وساعتها هيقدر يضرب الصواريخ النووية الباقية معاه وهيدمر امريكا. فبتتوتر هنا كولين وبتعرف من جهاز الحماية ان فاضل 13 دقيقة والمحطة هتغرق بالكامل. فبيقول لها راهول ان هو هينزل المية وهيدخل محطة التربونيات علشان يقفل كل فتحات المية قبل ما يغرقوا. وبسرعة بتكلم كولين البيت الابيض وبتشرح لهم الموقف اللي هي فيه وبتسألهم الدعم هيوصل لها امتى. فبيقول لها رئيس الوزراء ان الدعم هيوصل خلال 25 دقيقة، بس للاسف فاضل 13 دقيقة قبل ما المحطة تغرق ولازم تلاقي خطة قبل ما تغرق. وفي الوقت ده بينط راهول في المية وبيعوم لحد ما بيوصل لأوضة التوربينيات وبيشغل لوحة التحكم وبيقدر يقفل جزء كبير من فتحات المية، وده بيزود العد التنازلي. وبيكون فاضل 17 دقيقة على غرق المحطة، وقبل ما يخرج راهول من المكان بيجي ديفيد وبيقتله. وبنرجع تاني لكولين وهي في مركز القيادة وبتلاحظ على الرادار غواصة روسية قريبة منها على بعد 30 كيلو. فبتتصل على البيت الأبيض وبتشرح لهم خطتها علشان تتخلص من العصابة، وهي انها تخلي العصابة يدخلوا مركز القيادة علشان يضربوا كل الصواريخ النووية اللي معاهم، وساعتها هتدخل مركز القيادة مرة تانية وتضرب صواريخ الردع اللي في المحطة علشان تمنع الصواريخ النووية دي قبل ما تدمر أمريكا. فبيعترض كل الموجودين في البيت الأبيض على خطتها لأن دي مجازفة كبيرة جدا، ولكن كولين بتصمم على رأيها وبتنفذ خطتها. وبعد شوية بيدخل ديفيد من بوابة الصرف، ما بيلاقيش كولين موجودة في مركز القيادة، ولما بيلاقي الشباك اللي في السقف مفتوح بيفهم ان هي هربت وبيفتح باب الأوضة علشان العصابة تدخل. فبيدخل الكسندر مركز القيادة وبيتصل على رجالته في روسيا وبيأمرهم يضربوا كل الصواريخ النووية اللي معاهم، وبيطلع ديفيد للسطح علشان يقتل كولين وبيبلغ الكسندر ان هو مش لاقيها. فبيدور الكسندر عليها في مركز القيادة وبتكون كولين متنكرة في زي بدلة وبتقتل واحد منهم وبعدها بتضرب عليه نار، ولكن بيهرب في آخر لحظة وبيفضل السلاح بعد كده منها. فبتروح علشان تضرب الصواريخ المضادة اللي في المحطة وبتتفاجئ ان الكسندر بوظ زرار التشغيل علشان ما تقدرش تضرب الصواريخ. فبتطلع بسرعة على السطح علشان توصل اللابتوب بتاعها بالسيستم بتاع أوضة القيادة وبالتالي تقدر تضرب الصواريخ المضادة من خلال اللابتوب. وفجأة بيجي ديفيد هنا علشان يقتلها، فبتتحرك بسرعة وبترمي المسدس من ايده وبتلف على رقبته سلك شائك، فبيتخانق معاها وبيقعوا هما الاتنين من على السطح، ولكن ديفيد بتتقطع راسه وبتقع هي في المية. فبتفتكر تشجيع والدها ليها لما كان بيقول لها تحارب لآخر لحظة، فبتخرج من المية بسرعة لحد ما بتطلع للسطح مرة تانية وبيكون فاضل 4 ثواني علشان تقدر توقف الصواريخ النووية. وفي آخر لحظة بتدوس على زرار التشغيل وبتضرب الصواريخ الردع وبتنفجر كل الصواريخ النووية في آخر لحظة، وبكده بتفشل خطة العصابة وبتقدر كولين تنقذ أمريكا. فبيروح الكسندر علشان يتخانق معاها، ولكن وهي مشتبكة معاه بتيجي الغواصة الروسية بتاعت عصابة الكسندر وبدل ما يقتلوا كولين بيقتلوه هو وبيمشوا، وده طبعا علشان ما يقولش أي معلومات عنهم. وبيوصل بعد كده فريق الدعم وبينقلوها للمستشفى، وهناك بتقابلها رئيسة أمريكا وبتحييها على شجاعتها وبتهنيها ان هي بذكائها قدرت تنقذ أمريكا من أكبر تهديد ليها من سنين. وبتترقى بعد كده كولين وبتكون واحدة من الحرس الوطني في البيت الأبيض، وبتتفاجئ ان باباها داخل عليها وبيقول لها انه قدر يتخلص من رجالة العصابة اللي كانوا عنده. فبتفرح كولين جدا وبيخلص الفيلم. وطبعا كلنا نتمنى ان الصواريخ تدمر أمريكا، بس معلش نعوضها في الفيلم الجاي. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.